السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. معكم وفاء من قناه شيوات وفاء. رجعت لكم بهذا الفيديو بعد واحد الغيبه اللي طويله. كنتمنى تكون بدايه جديده ان شاء الله. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم هذا الملوي هذا مخمر اللي كيجي رائع في الشكل وفي المذاق ديالو. المكونات ديالو بسيطه، الطريقه كذلك حتى هي بسيطه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا الوصفه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، هنا عبرت بزلافه. خديت زلافه ديال الفينو، ودرت جوج جلايف ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال العسل، وغنضيف كذلك معلقه صغيره ديال الملحه بهذا الشكل هذا، ما عمرش بزاف. وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الخميره ديال الخبز، واحد نص معلقه بهذا الشكل، ما عمرش بزاف. غادي نضيفها بهذا الشكل وغادي نعجن بالماء دافي. نخلط المكونات مزيان، ومن بعد نبدا نضيف الماء ديالي دافي وانا كنخلط. نعجن غير بيديا. اللي بغى يعجن في العجانه ممكن يعجنو في العجانه يدلكو مزيان، لان الدقيق ديال الفينو كيخصو الدليك. وخصوصا هاد الملوي هذا خصنا ضروري ندلكوه باش كيعطينا الطوع وكيجي الملوي ديالنا مورق وهشيش. نتوما كما شفتوا يعني كنعجن بالطريقه العاديه ديالنا، كنضيف الماء وكندلك. كنستمر دائما كندلك العجينه مزيان حتى كنتحصل عليها على هذا الشكل، كتكون مدلوقه مزيان مدلوكه بهذا الشكل هذا. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نوضعها في بلاستيكه ونخليها ترتاح شويه، ومن بعد نرجع ليها هنا باش غادي نورق عندي الزيت. وعندي كذلك واحد زلافه اللي درت لها الزيت والزبده مذوبه، وزلافه اخرى درت فيها دقيق الفينو، ضفت ليه خماره ديال الحلوى باش غادي نفرق الملوي ديالي. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كتكون على هذا الشكل. نتوما كما كتشوفوا كتكون مطلوقه مزيان وغتعطينا الطوع باش نورقوها. انا غادي نشكل منها كويرات، دهن يدي شويه بالزيت ونشكل منها كويرات بالحجم اللي بغيتو، اما تكبروهم او لا تصغروهم. كنشكل العجينه ديالي وبنفس الطريقه. هذا الملوي اللي كيكون على شكل مخمر كيجي هشيش وكيجي رطب كذلك وكيبقى مده طويله، ممكن نحتفظوا به في المجمد. هنا بعد ما شكلتهم مكورات دهنتهم بالزيت وغنخليهم كذلك يرتاحوا واحد شويه باش يعطيوني الطوع فاش نورقهم. هنا نبدا معكم بالكره الاولى، كنورق غير بالزيت في الاول، كندير غير شويه زيت ما كنكثرش الزيت باش تعطيني الطوع باش نورقها. كما كتشاهدوا العجينه كتكون مطلوقه لان دلكناها مزيان. انا كنرش بشويه ديال الزبده والزيت مزيان، ومن بعد غادي نرش كذلك شويه ديال الفينو. وغادي نلف العجينه ديالي على الشكل المعتاد اللي كنلفوا به الملوي بهذه الطريقه. دائما الاستعانه بالزيت والزبده وكذلك الفينو. وكنزيد كذلك نطويها على هذا الشكل باش كيجينا التوريق مزيان في هذا المخمر هذا. وكنضغط عليهم شويه هكا بيدي وانا كنجبد شويش العجينه بهذه الطريقه. صافي، وكنزيد كذلك نرش بالزبده والزيت والفينو. صافي، من بعد كنبدا نلويها وانا كنرخ في يدي ما كنزيرهاش باش كيجينا التورق باين. كنلف وانا كنجبد العجينه. صافي، فاش كنكمل كنلفها على هذا الشكل.
وكنوضعها على جنب وكنخليها ترتاح حتى كنكمل الكميه الاخرى. هنا من بعد ما كملتهم غنبدا بالاولى اللي بديت بها. بعد ما وضعت المقله كتسخن كنورقها غير بشويه، ما كنرققهاش باش تبقى يعني التوريق ديالها باين. كنضغط على الجوانب غير بشويه وكنوضعها في المقله وغنرش بشويه ديال الزيت والزبده. كنخليها غير شويه ومن بعد غادي نقلبها مباشره باش كتنفخ. هنا من بعد ما كنقلبها كتجي على هذا الشكل، يعني كتنفخ. كنبقى كل مره نقلبها حتى كتحمر مزيان. هنا من بعد ما تحمرات غادي نزولها وكنضغط عليها بهذه الطريقه هذه باش تحل داك التوريق. وكنقرص الثانيه ونوضعها كذلك في المقله ونستمر حتى كنكمل الكميه ديال الملوى اللي عندي بنفس الكيفيه. كتشاهدوا كيجي منفوخ. كنضربهم دائما بهذه الطريقه هذه باش كيتحل التوريق. هنا من بعد ما كملتهم هانتوما كما كتشاهدوا كيجي مورق وهشيش. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. الا عجبتكم ما تنساونيش من لايك والتعليق والبارطاج للفيديو. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.